مساء الخير على الجميع، الله يعطيكم العافية. اليوم نسوي وياكم إن شاء الله سباجيتي بصدور الدجاج اللي هي بصلصة الثوم والريحان. صوروا سنابة الجاية فيها المكونات والطريقة. المكون الرئيسي عندي هنا اللي هو صدور الدجاج متبلها بالملح والفلفل الأسود والأوريغانو، سباجيتي، ورق ريحان مفروم، ملح وفلفل أسود، ثوم مهروس، زبدة، معجون الطماطم، وآخر شيء اللي هو الطماطم المفروم. الخطوة الأولى في طاوة طبعا اللي هي على شكل خطوط كذا الشواية. راح أول شيء أحط صدور الدجاج علشان أبغى بنفس الوقت الشكل يكون حلو بالنسبة للشكل الخارجي للدجاج، وبعدها راح أنقلها في قدر ثاني اللي هو فيها الزيت وبقية التكملة حقت الطبخة بصدور الدجاج. في قدر حطيت موية وزيت زيتون وشوية ملح، وراح نسلق المكرونة اللي هي السباجيتي بهذا الشكل تقريبا لمدة من 8 إلى 10 دقائق. نقلت قطع الدجاج في قدر وحطيت نفس الخلطة اللي احنا سويناها اللي هو بقية زيت الزيتون. الحين راح اضيف اللي هو الزبدة واستناه لين يذبل، وبعدين ابدا يذوب، بعدين ابدا اسقي فيها قطع الدجاج واشيل قطع الدجاج من القدر. بعد ما شلت قطع الدجاج بنفس الخليط وبنفس كل حاجة وبنفس النكهة راح اضيف الان اللي هو الطماطم المفروم، اشوحه كذا شوية تقريبا مدة دقيقتين. راح احط الثوم المهروس، ومعجون الطماطم بعد تقريبا يمكن دقيقتين إلى 3. ملح وفلفل أسود، ونص الكمية من ورق الريحان المفروم، ونخلط المكونات هذه كلها مع بعض تقريبا لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق. وقبل ما أسكر عليه تقريبا لمدة 5 دقائق راح أضيف شوية من ماء سلق المكرونة عليه، ونغطيه. راح أرجع قطع الدجاج بالخلطة هذه عشان إيش تتشبع بالنكهة تقريبا لمدة برضو دقيقتين 3. اليوم الطبخة كل شوية خطواتها دقيقتين 3 دقيقتين 3. راح أضيف آخر شيء اللي هو السباجيتي بعد ما شلت الموية من عنده، وأخلط المكونات كلها مع بعض بعد إضافة أيضا اللي هو الباقي من ورق الريحان، وراح نخلط المكونات هذه كلها مع بعض وخلاص يصير بعدين صحن التقديم. وكده غلق الطبق حقنا لهذا اليوم. طبعا حطيته بصحن التقديم وحطيت فوقه اللي هو صدر الدجاج والخلطة من الصوص اللي سويناه، وزينته بالفلفل الأسود وورق الريحان. أتمنى إنه الطبق عجبكم، وبالعافية علينا وعليكم.